مرحبا بكم معايا في شهيوات التقوى. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه. اليوم كي كتشوفوا معايا غادي نقدموا واحد طبيله حمراء خضراء. غادي نحضر معكم واحد الطبيله اللي تكون متنوعه، سهله وسريعه، كتوجد بسرعه. غادي نحضروها ان شاء الله، وغادي نجلسوا باش نتفرجوا في المنتخب ديالنا، وغادي نشجعوهم وكنتمنوا لهم الفوز ان شاء الله يا ربي، وكنتمنوا ان شاء الله الكاس. علاش لا؟ صراحة كانت فرحة كبيرة، لا لينا يعني المغرب بصفة عامة ولا الوطن العربي كامل. كنتمنوا لهم الفوز من كل قلبنا. خليكم معايا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو ان شاء الله بالكيك ديالنا. عندي هنايا 3 الحبات البيض، عندي قبيصة الملحة، 2 خمارات، عندي 3 الكؤوس ديال الدقيق، عندي ربع كأس ديال الماء دافئ، عندي كأس ديال الحليب، عندي كأس اللارب ديال الزيت النباتية، وعندي كأس ديال السكر. هذه اول حاجه باش غادي نحضروا الكيك. وغادي نحضروا ديك لي مادلين دقه واحده، يعني غادي نوجدوهم بجوج بنفس الخليط. وضعت هنايا يعني في الخلاط غادي نوضع 3 الحبات البيض بحراره المطبخ يعني دائما، قبيصه الملحه وكاس ديال السكر. غادي نطرب كلشي مزيان حتى كيبيض لي الخليط كما العاده. وعاد غادي نضيف ديك الكاس اللارب ديال الزيت النباتيه. وغادي نطرب كل شيء بطبيعه الحال، يعني بالطرب اليدوي ولا بالخلاط الكهربائي. من بعد هنايا ضفت ديك الكاس ديال الحليب، وغادي نضيف ديك ربع كاس ديال الماء دافئ. هنا ضفت واحد نصف ملعقه او ربع ملعقه ديال النكهه ديال الفريز، وهنا ضفت ملون احمر. يعني ممكن هذا الكيك هذا ديروه احمر او لا ديروه عادي، يعني غادي نديروا له الكريمه في الاخر. بغيتو ديروه احمر ديروه، ما بغيتوش صافي يعني خليوه حتى كنديروا الكريمه. هنايا خديت الدقيق ديالي، ضفت له 2 الخمارات بطبيعه الحال، وغادي نبدا نضيف بالتدريج صافي حتى نكمل ديك الكميه اللي عندي. من بعد هذا هو الخليط ديالي. خديت هنايا هاد المول هذا العجيب، وخديت هادو ديال السيليكون ديال لي مادلين، دهنتهم بالزبده بطبيعه الحال، لا المول ولا هادو لي مادلين، ورشيتهم يعني بالدقيق. وغادي نصب يعني الخليط، غنوزعو عليهم بجوج، كنديرهم هكا بطبيعه الحال في شي حاجه اللي ثقيله، وكنوضعهم في الفرن حتى كيطيبوا. غادي ندوزو نوجدو لي دونت ديالنا. درت هنايا كاس ديال الحليب، ضفت له معلقه كبيره ديال السكر، وضفت معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز حبيبات، وضفت واحد الساشي ديال الفانيلا. غادي نخلط كلشي بالطراب الكهربائي، وغادي نخلي هذا الخليط ديالي كيتفاعل لواحد 15 دقيقه على ما كتفاعل لي ديك الخميره. عاد غادي ندوز باش غادي نكمل باقي المكونات. غادي نضيف هنايا شويه الملحه، ضفت هنا بيضه، وغادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتها من قبل بطبيعه الحال. وغادي نبدا نضيف الدقيق ديالي. هنايا غادي نخلط بطبيعه الحال هاد المكونات. هنا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، وكنخلط بالطراب اليدوي. عاد غادي نكمل بيديا. بغيتو ديروه في العجانه ديروه، يعني على حسب الوقت اللي عندكم. غادي نضيف هنايا الكاس الثاني. المهم يعني بالمجموع عندي 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق غادي يهزوا لي هاد العجين ديالي. غادي نكملهم كاملين. هنايا غادي نحيد الطراب اليدوي، وغادي نضيف هنا الكاس الثالث، وغادي نضيف كذلك الكاس الرابع يعني بالتدريج. وغادي نجمع العجين ديالي، وغادي نخليه بطبيعه الحال نغطيه عاوتاني بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليه يعني حتى كيخمر وكيتضاعف الحجم ديالو. عاد غادي ندوز باش غادي نشكلو. وفي هذا الاثناء غادي نخليه يخمر، وغادي ندوز نوجد الكريمه باش غادي نزين الكيك ديالي. خديت هنايا كاس ديال الحليب، غادي نضيف له ملعقه ديال السكر وملعقه ديال نشا مايزينا. ضفت هنايا شويه ديال الروح ديال الفريز، وضفت شويه الملون. هذا هو الكيك ديالي من بعد ما طاب. انا هنا راني خليته يعني تحمر واحد شويه. بعد ما وجد لي يعني ديك الكريمه، بعد ما وضعتها على النار كي كتشوفوا كتعقد، غادي نوضعها هكا في ديك الحفر. ومن بعد غادي ندهن الكيك ديالي كامل بديك الكريمه اللي بقات لي، وغادي نديرو في الثلاجه ونخليه حتى كيبرد. هنايا العجين ديالي بعد ما خمر، ها هو. غادي ندوز باش غادي نشكلو. يعني بطبيعه الحال غادي نستعن بالدقيق. غادي نسرح العجين ديالي، وغادي ناخذ يعني قطعه اللي هي دائريه، وغادي ناخذ قطعه
اولا اي حاجه عندكم يعني باش كنشكلوا ديك الثقب بالوسط. كي شفتوا خديت هاد القطعه هكا دائريه، وغادي ناخذ هنايا خديت غير ديك الراس ديال البوق هكا. المهم شي حاجه تكون دائريه غطايه ديال شي قريعه اولا شي حاجه، وغادي نديروا ديك الثقب بالوسط. غادي نوضعهم في بطبيعه الحال باش غادي يخمروا لي. عاد باش كندوز باش نقليهم هنايا غنوضعهم هكا كل وحده، يعني باش ما كيتخسرناش الحجم ديالهم او الشكل ديالهم. كنوضعهم هكا فوق ورق يعني الطبخ، وكنخليهم كنغطيهم ونخليهم حتى كيخمروا. هنا من بعد ما خمروا وضعت الزيت ديالي حتى سخنات، وغادي نبدا نوضع ديك الدونتس ديالي، وغادي نبدا يعني بطبيعه الحال يعني عمليه كلشي كيعرف يديرها. يعني غادي نقليهم كاملين حتى كيتحمروا، يعني من الجهات بجوج، يعني كنقلبهم صافي. وغادي نستمر حتى نكمل يعني الكميه اللي عندي كامله. يعني غنبقى نقلبهم يعني على الجهات بجوج وحتى نقلي يعني هاد الكميه اللي عندي كامله. راهم كيوجدوا دغيا وكيجيو ما شاربينش الزيت، كيجيو خفاف الصراحه وهشاش يعني. والتزيين انا هنايا اختاريت باش غادي نزينهم غادي ندير شكلاط، يعني غادي نضيف له نص غادي نضيف له شكلاط الابيض بطبيعه الحال، نص غنضيف له ملون اخضر، والنص غادي نضيف له ملون احمر كي كتشوفوا معايا. وغادي نبدا نوضع ديك الدونتس ديالي، يعني النص غادي نديرو في الشكلاط خضر والنص غادي نديرو في الشكلاط ابيض، ونوضعهم يعني في واحد الصينيه اولا فوق ورق الطبخ يعني، ونخليهم حتى كي يجمد يعني ديك الشكلاط وكيكونوا واجدين. بالنسبه للكيك ديالي خديت هنا شويه ديال الكوك وضفت خديت شويه ديال الملون، كنضيف له واحد القطيره ديال الماء فقط وكنخلطو مزيان. وعاد كنضيفو لديك الكوك درتو هكا في جنيبات. وخديت هنايا واحد الورق ديال الطبخ ورسمت فيه واحد الرايه هكا يعني، وعاودت عليها هكا بالشكلاط اخضر كي كتشوفوا معايا ديك النجمه اللي كتكون عندنا الوسط. صافي وضعتها هكا الوسط. بالنسبه ديك لي كاب كيك حتى هما اولا ديك لي مادلين حتى هما يعني درت واحد النجمه هكا بالاخضر فوق منهم يعني بالشكلاط اخضر. كيشتو معايا يعني كلشي ساهل وكلشي كيوجد دغيا وكلشي كيجي زوين. وبالنسبه لديك لي دونتس ديك اللي كيكونوا الوسط كيشتو معايا وضعتهم هكا في واحد الزليفات هكا، ودرت لهم شويه هما الشكلاط يعني احمر واخضر اللي بقالي. وهكا يعني كنوجدوا واحد المائده اللي هي سهله وبسيطه وزوينه، ونجلسوا نتفرجوا في المنتخب ديالنا ونشجعوهم، وكنتمنوا لهم كي قلت لكم الفوز من اعماق قلبنا، ونديو الكاس ان شاء الله يا ربي علاش لا. وكنتمنى لا فيديو كنا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.